السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي يصلكم دائما كل جديد. شهدت مدينة القصر الكبير تساقطات مطرية غزيرة أدت إلى فيضانات بعدد من المناطق والأحياء المنخفضة، ما دفع بالسلطات المحلية إلى إعلان حالة استنفار قصوى. وكانت جماعة القصر الكبير قد توقعت في بلاغ لها ارتفاع منسوب مياه الفيضانات ليصل إلى حوالي 1 متر ببعض الأحياء المعرضة للفيضانات، من بينها المدينة العتيقة. في هذا السياق دعت الساكنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب التنقل عبر المناطق المنخفضة والأحياء المعرضة للفيضانات، بالإضافة إلى حماية الممتلكات والأغراض الضرورية والابتعاد عن مجاري المياه. وحسب مصادر محلية فقد شوهدت شاحنات كبرى محملة بالرمال من أجل إقامة حواجز وقية رملية للتخفيف من حدة زحف المياه، كما شوهدت آليات بحي سيدي رضوان للمشاركة في مجابهة خطر الفيضان. وتشهد المدينة حالة من الاستنفار القصوى بعد أن بلغ منسوب مياه مجرى نهر اللكوس مستويات قياسية جراء امتلاء سد وادي المخازن بنسبة 100%. شكرا لكم على حسن المتابعة.